يسعد اوقاتكم. حنعمل اليوم تومية. مكوناتها هي نص كوب زيت نباتي، كوب لبن، كوب وربع مي، نص كوب نشا، معلقة ملح، عصير ليمونة، وكم سم ثوم. هلا بداية رح نحط النشا والمي ونخلطهم على البارد. بسم الله. كمان حنخلط النشا على البارد وبعدين بدي ارفعهم على النار. هلا بدي احرك النشا على البارد ليدوب بقلب المي وارفعهم على النار. بداية رفعتهم على النار وهلا بدي احركهم تحريك مستمر لحتى يغلوا. هلا بلش يغلي مثل ما شايفين. بسم الله. لا شايفين النار متوسط. هلا حنوصل لانه بلش ينشف، رح نوصل. شايفين؟ هلا بحاول اخليه تقريبا لحتى تنشف السوائل هي، يصير تقريبا كله كتلة. لما بيبرد بيصير كتلة واحدة. لحتى يصير القوام اللي حقلكن عليه، بضل عم حرك يصير بقوام مناسب. هلا بدأ يطالع فقاعات. شايفين؟ هلا بيكون هيك حاجته وصل للمرحلة اللي بدي اياها. حاطفيه وبستناهم ليبردوا تمام تمام تمام. هلا على الخلاط بحط بداية كاسة اللبن، الثوم، عصير الليمون، الملح. بورجيكم قوام النشا قبل ما احطه. شوفوا شلون وقت برد صار القوام، صار بهالشكل التالي. شايفين؟ انا هذا القوام اللي بدي اياه. هلا ححطه بالخلاط. هلا بنزل النشا وبعدها بنزل الزيت نص كاسة وبخفقهم كلياتهم مع بعضهم. بخفقهم بالخلاط لحتى يصيروا قوام كريمي. تحريكه وارجع اخفقهم خفقه. شايفين هلا القوام هيك؟ شوفوا القوام هلا ما شاء الله هيك. هلا هيك تمام. حنشوف قوام التومية كيف طلع معنا. هيك كان القوام مثل ما شايفينه. تعالوا نشوفه سوا. بسم الله. شوف القوام ما احلاه ما شاء الله. هاي تومية اطيب طريقة، اذا تعودتوا عليها ما عاد تغيروا الطريقة ابدا ابدا. هلا شايفين القوام ما شاء الله. انا ححاول زينه. وهيك بيكون قوامه النهائي. ان شاء الله يكون عجبكم.